يبدي الفيلم ببنيه واقفه على الشط، وبعدها نشوف شرطه يضربون طلقات، ونشوف بنيه مستلمتهم سحر وشعوذه وتكتل بيهم بمجرد ما تحرك اصابعها. البنيه هاي اسمها ساره، نشوفها قاعده بغرفه وتكون مستغربه من هذا المكان وما تعرف من اللي جايبها هنا، واكو سماعه فوقها بالسقف، وتسمع واحد يقولها قومي حركي القلم اللي على الميز. فتستغرب من هذا الطلب البسيط، ويكون اكو وقت قاعد يعد ولازم تحرك القلم قبل لا يخلص الوقت. فقامت وراحت على الميز وحركت القلم، بس فجاه تتكهرب ويغمى عليها، واثناء ما هي فاقده الوعي تشوف بيت مبني من الرمل، وفجاه ترجع لوعيها مره ثانيه، ونشوفها وهي خايفه وما تعرف ايش قاعد يصير، وتنتبه انه هاي المره رابطيها بالكرسي، والصوت يقولها حركي القلم مره ثانيه، واذا ما حركت القلم بنتك راح تموت. فقالت له شلون احرك القلم ابن النعال وانت رابطني؟ قالها تقدرين، يلا حركي القلم. وفجاه اجتها ذكريات هي وبنتها على البحر. المهم نزعت حذائها وشمرت الحذاء على القلم وحركته، وفعلا الصوت قالها انه هي نجحت وخلصت المهمه. فقالت له يلا مو نجحت وين بنتي؟ وكانت تتكهرب، وقعدت لقت روحها يم بنتها وشافتها قاعده تلعب. فبنتها قالت لها ايش لا تطلعين صوت، ارجعي نامي. وفعلا نامت وقعدت لقت روحها بالغرفه المغلقه، وقامت وهي راسها يوجعها وعدها صداع مو طبيعي، وقامت تحاول تشوف اي طريقه تطلع بيها من هاي الغرفه، ولقيتهم حاطين لها اكل، بس يعني شنو نوع هذا الاكل ما ندري. المهم بالبدايه كانت خايفه وما عاجبها الاكل يعني، بس هي ميته جوع، فضاقت شويه منه وقالت هاي شنو طعمه شقاقي، لحست الماعون لحس حبيب قلبي. راح قاعده تتباوع على وجهها بالماعون وتقول هذا شنو وجهي شو صايره، وجه القندره اني. ونعرف انه هي صار لها فتره طويله بهذا المكان، وراح تعرفون بعدين ليش هي صار لها فتره طويله بهذا المكان. المهم رجعت قعدت على الكرسي وهي خايفه، وبعدين حست انه اكو ضربه براسها، فحطت ايدها على راسها وفعلا اكو اثر جرح براسها، وهذا الجرح هم راح تعرفون بعدين ليش موجود براسها. وراها سرحت شويه وهم تخيلت هي يم بنتها على الشط، وكان يجي لها صوت الشخص قالها يلا عندك تحدي جديد. قامت وقالت له ابن النعال بس خلي شويه اقعد ويا بنتي، كل ما اخذ لي غفه واقول خلت ونس ويا بنتي تقوم تمضر الديسكوت شويه. فقالها على العموم حركي القلم، قالت له ما احرك القندره. فقالها تمام لعد نموت بنتك. فتذكرت بنتها وتسمع بنتها تقولها ده حركي لها القلم الجاي خلينا نخلص عاد. بس هالمره التحدي صعب لان بينها وبين القلم اكو حاجز زجاجي. قالت ايش هالمضرطه شلون احرك القلم يا معود؟ وقامت تضرب بالجام وتحاول تكسره بكل قوتها، بس ماكو فايده، الجام ضد الكسر ضد الرص ضد كل شيء. والوقت حبيب قلبي بدا ينفذ، واذا خلص الوقت راح يقتلون بنتها. فتقوم تصيح بعلو صوتها، فالقلم قام يخاف من صوتها حبيب قلبي وتحرك. فقالت هاي شلون تحرك؟ وكانت تتكهرب ويغمى عليها وراحت يم بنتها، وتسمع بنتها تقولها انقذيني يا اما. ونلاحظ انه اكو ضربه قويه جديده براسها، وفجاه واحد يحط ايده على كتفها وترجع للغرفه، ونشوف انه اكو شخص موجود وياها بالغرفه ويحاول يحكي وياها، بس هي تقول له وخر خرب لا تلزم وخر ما اعرف ابتعد عني. وهو يقولها بس اوقفي بنت النعال خلينا انقذك. وكان تصمطه بعضه حبيب قلبي مني ده شقته شق. قالها لا يا بنت تشلب على هالعضه، بس انتبهت انه هذا الشخص لابس حلقه تشبه الحلقه مالتها. فقالت له انت منو اعترف بسرعه راح اشلخك. فقالها اني رجلك بنت النعال شو نسيتيني؟ واجتها الذكريات التمضرطيه وشافته وياها على الشط،